تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد الغندور لقي الاذاعه التونسيه ماسكاه غسيل ومكوى، هو ومرتضى منصور ونادي الزمالك. و نجم الترجي التونسي السابق سمير السليمي قال ان نادي الزمالك بيضحكني ومرتضى منصور بيضحكني اكتر من عادل امام. فخالد الغندور رد عليه في قناة نادي الزمالك، وابتدت بقى ايه التحفيل بتاع التوانسة يعلي على تحفيل خالد الغندور. ليه؟ لان تحفيل التوانسة الاهلاوية بياخدوه واليوتيوبرز الاهلاوية بياخدوه وبيلمعوه وبيطلعوه ترند. لان احنا عندنا في مصر القوة الضاربة السوشيال ميديا سلاح قوي في ايدين جماهير النادي الاهلي. فبالتالي التصريحات المضادة ضد خالد الغندور ومرتضى منصور بتطلع ترند بفضل الله ثم جماهير نادي الاهلي الوفية والمحترمة. فخالد الغندور اخذ حبوب الشجاعة وقال لك انا هروح اتصل بالبرنامج ده، اقعد اتكلم معاهم واقول لهم ان لقاء العودة غير لقاء الذهاب، واقعد ايه بقى ايه اقول لهم ما ينفعش وما يصحش وعيب تقولوا علينا كده، ده كلام برضه نادي الزمالك بيضحك، برضه مرتضى منصور بيضحك. راح سمير السليمي اداها له في مقتل. قال احنا بنحترم نادي الزمالك وبنقدر نادي الزمالك وربنا يفك حبس مرتضى منصور الراجل اللي بيحب نادي الزمالك، الا ان كذا وكذا 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 ونادي الزمالك كذا وكذا وكذا وكذا، واداهم له على الرغم ان خالد الغندور طالع يوقف التحفيل، راحوا حفلوا عليه وهو معاهم على القناه. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور وهو بيعمل مكالمه هاتفيه مع البرنامج التونسي اللي مش سايب نادي الزمالك في حاله، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف المكالمه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. طبعا بيفرق ظروف اللقاء. نادي الترجي بيلعب على ارضه وسط 40,000 مؤثر. هو في الجدول الترتيب افضل بكثير من الزمالك، ما عندوش نفس الضغوط اللي على الزمالك. الزمالك ما عندوش غير نقطه واحده من مباراتين، الترجي عنده 6 نقط من مباراتين، وبالتالي بيلعب على ارضه وسط جمهوره وفرصه كبيره ان هو يحسم تاهله. انا شايف ان المباراه الزمالك بدا كويس جدا. اول يعني 4 او لغايه ما جه جول كان المباراه يعني سجال ما بين الاثنين، مفيش سيطره لفريق. يمكن الترجي كان بيستحوذ على الكوره وده طبيعي ان انت بتلعب خارج ارضك، الزمالك هيسيب الاستحواذ للترجي. الى ان اتت الخطا من شيكابالا، ابعد منه، راحت برضه خطا من نبيل مكتوم على الضغط، رفعت خطا من حارس المرمى، دخل الجول الاولاني رفع من معنويات طبعا نادي الترجي وقلل من معنويات نادي الزمالك. واعتقد الشوط الاولاني كمل الترجي كان افضل بكثير في كل حاجه. الشوط الثاني شفت الترجي تراجع نوعا ما وادى نسبه من الاستحواذ للزمالك، لكن بنفس الوقت الزمالك ما كانش خطير، ما كانش بيخلق فرص. ما يعني مشكله الزمالك كانت عدم الوصول للمرمى، يمكن مره او 2 فقط في البدايه شوطه من زيزو، او في الشوط الثاني كمان لما تالق توجاي وطلع كوره كانت ممكن تكون هدف التعادل، الى ان حمدو الهوني احرز الهدف الثاني في الثواني الاخيره من اللقاء يعني او في الوقت الضايع. وبالتالي هو شوطين من موضوع الشوط الاولاني لصالح نادي الترجي، والشوط الثاني ما زال الزمالك عنده امل في التاهل لو قدر انه يستطيع ان يفوز على نادي الترجي على ارضه يعني وصل كبير. كابتن خالد، المقابلة كما كل مقابلة تجمع نادي تونسي بنادي مصري، قبل المقابلة يوجد هنالك حرب إعلامية ما بين التحاليل المنطقية والعادية والموضوعية ومن بين الحرب وخلق الإشاعات من هنا ومن هنالك. هذا حصل بنسبة متفاوتة وبدرجة ما في مباراة الترجي والزمالك الأسبوع الفارط، وأنت كنت تقريبا ترند في تونس وفي مصر، وثم تصريحات في الإعلام المصري أنت كنت لمت عليها وما عجبتكش، ثم منها موجود في البلاتو هذا اللي انت موجود فينا معاه في المباشر، ومن الكابتن سمير السليم اللي هو موجود معنا. قلت انه كابتن سمير قلل من قيمة الزمالك قبل المقابلة، في حين انه سمير عمل قراءة ممكن لنادي الزمالك، قال الترجي حاليا افضل من نادي الزمالك.
بص، انا ما بعتبرش الموضوع حرب، لكن في نفس الوقت انا ما عنديش مشكله خالص. كابتن سمير طبعا كان لعيب كوره كبير في منتخب تونس، ما عنديش مشكله ان يكون الموضوع فيه تحليل للاداء. الزمالك طبعا بيمر، انا شخصيا بعترف على قناه الزمالك بيمر بظروف صعبه، عنده مشاكل فنيه داخل الملعب. ما طلعت على قلت عمر ما حد يقدر يقلل من قيمه الترجي كفريق، لكن انا كان اعتراضي بس على كابتن سمير لما اتكلم قال لك الزمالك بيضحكني ولعبته بتضحكني. حتى كابتن فتحي المولدي او حاجه كده المحلل قال لك مرتضى منصور بيضحكنا اكثر من عادل امام. فهي دي التصريحات اللي انا كان عندي اعتراض عليها، لان انا لن اقبل مثلا ان انا اقول الترجي بيضحكني او لعبته بتضحكني، او مثلا اطلع اقول رئيس نادي الترجي ده بيضحكني اكثر من فلان الفلاني. فدي كلام نوع من التقليل من الفرق. يعني انت من حقك تقول الزمالك مش في افضل حالاته الفنيه، الزمالك بيمر بظروف صعبه، انا شايف ان الترجي افضل نوعا ما، هو كمان الضغوط عليه اقل. يعني كل ده كلام تحليل، لكن ذكر ان بيضحكني دي هي دي هات خلينا ناخذ وجهه نظر سمير. انت قلت هل ضحكك الزمالك يوم السبت، ولا العباره هذه تخص نادي الزمالك ككيان والا كرويا؟ انا بطبيعه الحال تحيه للكابتن خالد وتحيه لنادي الزمالك القلعه البيضاء كما يسمى في مصر، ولان الزمالك من الفرق مانيش انا باش نقدمها، ولكن من الفرق الافريقيه الكبيره لها كل احترام كل تقدير. انا تكلمت على مردود نادي الزمالك في الفتره الحاليه الاخيره. احنا في تونس كابتن خالد لربما كلمه يضحك تراوها انتم من منظور اخر، احنا نقولوا مردود يضحك، يعني مردود هزيل فنيا كابتن خالد. يعني نتكلم عن نادي الزمالك مردوده في الدوري المصري، مردوده في مباراة بالوزداد في مصر بالذات، مردوده مع المريخ. وانا كنت عارف انه الزمالك من فترة يعاني فنيا، فقر على مستوى الرصيد البشري، فقر على مستوى المردود، فقر على مستوى الاستقرار. هذا هو المعنى انه مردود نادي الزمالك يضحك، مش بالمعنى اللي هزلي للكلمة، ولكن معنى فني لا اكثر ولا اقل. مع الاشارة الى انه المستشار مرتضى منصور لكل احترام وكل تقدير بطبيعة الحال، ولا واحد وربي ان شاء الله يخلص وحده، ولا واحد يشكك في انتمائه وحبه هو لنادي الزمالك. بالعكس كابتن خالد، احنا نقدر ونحترم الاهلي ونحترم الزمالك ونحترم كرة القدم المصرية، ولكن بعد شاسع بين الترجي وبين الزمالك. والكلام هذا قلته قبل المباراة وعدته بعد المباراة. نادي الزمالك بهذا المردود مستواه ضعيف لدرجة، نعاود لك مرة أخرى وآسف على لدرجة تضحك. نفهم أنك كابتن خالد تنتمي إلى قناة الزمالك ممولة من نادي الزمالك، ونفهم ونتفهم كذلك حبك لنادي الزمالك، ولكن حاليا على المستوى الفني الزمالك بكل هذا التاريخ الكبير حاليا يعاني ويقاسي فنيا. كابتن خالد انت تعطي كلمة الختام. والله انا مع احترامي للكابتن سمير، حضرتك بتقول ان الترجي شاسع ما بينه وبين الزمالك، وانا مش شايف صراحه الفرق ده خالص نهائيا يعني داخل الملعب، وافتكر كلامي في ماتش العوده الفرق ده هنشوفه ولا لا. في فرق كبير قوي ان انت بتلعب على ارضك وسط 40,000 متفرج على ملعبك، وفي فرق ان انت بتلعب خارج ملعبك. الزمالك عنده بيعاني لان الزمالك بيلعب كل 3 ايام مباراه، مفيش راحه ما بين الماتشات، بيسافر نفس الشيء زي الترجي، نفس الوضعيه، نفس الشيء. لا احنا عندنا الماتشات كتيره جدا ومتتاليه. مع احترامي طبعا حضرتك في الدوري عندك مجموعتين، يعني الدوري مجموعتين غير دوري مجموعه واحده او فرقه واحده، وبالتالي قوه الماتشات هتكون اقل. نمره 2 والاخيره، انا ما عنديش مشكله تحليل فني لاداء الفرق. يعني كلمه انا اول مره اسمع برضه، انا راجل متابع لتونس كويس جدا وكل التحليل التونسيه كده، انا ما بسمعش حد بيقول على اي فريق. يعني انا عمري ما سمعت حضرتك بتقول الترجي بيضحك او الافريقي بيضحك، ما سمعتهاش منك غير على الزمالك. وانا برضه زي ما حضرتك متفهم ان انا زملكاوي في قناه نادي الزمالك، انا متفهم برضه ان حضرتك كنت نجم الافريقي، وانا عارف العلاقه ما بين الافريقي والترجي، ولا بد ان تكون يعني برضه هناك مداعبات للجماهير الترجويه، يعني لان هم ما بيقبلوش اي حاجه برضه من لعيبه الافريقي او المحللين الافريقيين.
يعني الراجل داخل معاكم علشان يوقف التحفيل، تروحوا محفلين عليه تقولوا له لا ده نادي الزمالك بيضحك، لا ده نادي الزمالك مردوده ضعيف، لا ده نادي الترجي في حته ونادي الزمالك في حته تانية. وخالد الغندور يا عيني لا عارف ينطق من فوق ولا عارف ينطق من تحت، وقول له لا ده انا متابع، ده احنا بنلعب كل 3 ايام. قال له ما احنا بنلعب كل 3 ايام. قال له لا مع المجموعتين غير المجموعه. لازم يطلع اي هري واي حماده علشان يخدم وجهه نظره. طب هو خالد الغندور اللي رايح بيترجى التوانسه ان هم ما يحفلوش على نادي الاهلي، هو خالد الغندور اللي في قناته بيطلع يشتمهم هم وبيقلل منهم وبيجي يخبط في النادي الاهلي ويقل ادبه على النادي الاهلي ويخبط في اعلام الاهلي. دوق يا خالد الغندور من بذور الفتنه ومن بذور التدليس ومن بذور نشر الاكاذيب اللي انت بتعمله. ما هو انت مشكلتك يا خالد يا غندور ان عمال تزرع في شرور هنا وهنا 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 ضد النادي الاهلي، ولكن يعني ربك بالمرصاد ان انت بتزرع بذور فتنه، بتزرع بذور شر، ودلوقتي بتحصد هذه البذور. احنا الحمد لله علاقتنا بكل الانديه علاقه ممتازه، بنتكلم كوره في الملعب. حتى خالد القربي قال على خالد الغندور انه ما بيفهمش كوره وان ما بيفهمش في اي حاجه، والدليل على كده قال انا انتقدت النادي الاهلي لما لعب قدام الهلال السوداني. مفيش حد من قناه النادي الاهلي طلع غلطني ولا اتكلم عليا نص كلمه. في نفس الامر انتقدت لاعبي النادي الاهلي امام صن داونز في التعادل، مفيش حد من قناه النادي الاهلي ولا من جمهور النادي الاهلي اتكلم عليا كلمه ولا قال عليا حاجه وحشه. قال لان جمهور النادي الاهلي بيفهم كوره، لكن خالد الغندور ما بيفهمش كوره. فيا ريت يا كابتن خالد ما تحطش نفسك في مواقف بايخه. على راي عادل امام اللي بيضحك، اللي مرتضى منصور بيضحك اكتر من عادل امام. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي. سلام عليكم.